السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في فيديو النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنزل لكم حل أسئلة الدرس الثالث والرابع والخامس في الوحدة الثالثة كتاب جيم للصف السادس سنة 6. طبعا أنا متأخرة في تنزيل الفيديوهات، فبالنسبة بقى لباقي الوحدة الثالثة أنا هنزل معاكم الإجابات على طول للي عايز يتأكد من إجاباته لو في حد متأخر يعني. لكن بقى من اول الوحده الرابعه زي ما انا معوداكم هقرا الاسئله واترجم. تمام. في الفيديو ده انا هنزل لكم حل الاسئله يعني على طول، لو في حد متاخر يعني يبقى عارف الاجابات. نبدا في الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال choose the correct answer from A B C or D. نمبر 1 هتبقى sharp بمعنى حاد. نمبر 2 هتبقى petals بتلات اللي هي اوراق الزهور يعني. ونمبر 3 ديزرت صحراء. وبعد كده نمبر 4 unpleasant بمعنى مزعج او كريه. نمبر 5 dry جاف. ونمبر 6 embarrassed محرج. ونمبر 7 seasons فصول. ونمبر 8 refreshed منتعش. ونمبر 9 pick يلتقط. ونمبر 10 creatures يعني مخلوقات. عندنا القطعة نمبر 1 شون أشرقت. نمبر 2 thirsty عطشان. ونمبر 3 refreshed يعني يشعر بالانتعاش. شوف الصفحة اللي بعد كده. بعد كده عندنا تشوز اختر. نمبر 1 هتبقى روز وردة. نمبر 2 هتبقى سربرايزد مندهش. السؤال نمبر 3 بيقول لي why did the rose begin to dry up؟ ليه الوردة بدأت ان هي تنشف او تجف؟ الإجابة because مترقمة في القطعة نمبر 3 because there was no water anywhere، ما كانش في مياه في كل مكان. نمبر 4 what happened after the cactus helped the rose؟ اللي حدث بعد ما نبات الصبار ساعد الوردة؟ الإجابة the kind cactus shared his water شارك المياه مع الوردة يعني and the rose slowly recovered. number 4 what did the cactus share with the rose؟ النبات الصبار شارك ايه مع الوردة؟ his water المياه بتاعته. بعد كده عندنا الترتيب نمبر 1 slowly the rose الوردة يعني came back. تاني slowly the rose came back to life ببطء الوردة عادت إلى الحياة، عادت مرة أخرى للحياة يعني. نمبر 2 the rose kept making fun of him. نمبر 3 the cactus is covered in sharp thorns. نمبر 4 she asked the cactus for help. البنكتويت في نمبر 1 التي في ذا وفي الاخر فول ستوب. في نمبر 2 الدبل في واي وفي الاخر الكويستشن مارك. نشوف الدرسين الرابع والخامس. عندنا choose the correct answer. نمبر 1 هتبقى brilliant. ونمبر 2 wasting. نمبر 3 chemistry. ونمبر 4 left overs. بالنسبة للقطعة اللي هنكملها نمبر 1 left over. نمبر 2 garbage. نمبر 3 wasting. القطعة دكتور مصطفى السيد always loved learning أحب التعلم دائما. نمبر 2 he found out a way to treat some types of cancer. بعد كده نشوف الأسئلة. where did Dr. مصطفى continue his research؟ كمل بحثه العلمي فين يعني؟ in USA. هتبقى in United States. number 4 how are gold nano particles used in his research. ونمبر 5 summarize the text in 2 sentences لخص النص في جملتين. هنشوف الإجابات في القطعة. Number 4 these gold nanoparticles can be used to help doctors find and even treat some types of cancer. Number 5 Dr. Mustafa Said is a brilliant Egyptian scientist.
دي كده اول جمله في التلخيص يعني. الجمله التانية دكتور السيد has received many big awards. He makes Egypt very proud. بعد كده الترتيب. number 1 he studied at in Shams University. number 2 nano science is studying about tiny things. number 3 he is a true hero of science. number 4 wasting food wastes money and water. number 5 restaurants throw leftover food away. بالنسبة بقى للبنكتويت حرف ال N في نانو ساينس وفي الآخر فول ستوب. كده أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. أسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.